ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم كلكم تكونوا كويسين وبخير. مش هقول بقى بتاخر في الفيديوز والكلام ده، لان بجد انا بقيت مكسوفه منكم جدا ومش عارفه اقول ايه. بس يعني الفتره دي معلش انا مضغوطه شويه، عندي امتحانات، واحنا اصلا عندنا في الجامعه وعموما يعني نظام كل الجامعات من بعد الميد ترم على طول بقى في امتحانات بقى لحد نهايه الترم. يعني بجد انا بعتذر جدا 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 على تاخيري، والفتره الجايه يعني استحملوني شويه لان انا هبقى ما عنديش وقت زي الاول ان انا اصور فيديوز وكده. فان شاء الله بعد كده هينزل فيديو كل خميس ان شاء الله ان شاء الله. هحاول بقدر الامكان يعني ان فيديو يوم الخميس ده ينزل. ندخل بقى في موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن ايه الحاجات اللي احنا المفروض نكون بنعملها في الوقت ده من الدراسه، اللي هو انت محصور ما بين يا لهوي ده عدى 6 شهور ويا لهوي ده فاضل 6 شهور. الوقت ده وقت مهم جدا في السنه، في حاجات مهمه جدا لازم تكون بتعملها في الفتره دي. هنتكلم النهارده عن الموضوع ده بالتفصيل ومن غير رغي كتير. خلونا نبدا على طول في الفيديو، يلا. طبعا دلوقتي كلكم بلا استثناء بيدور في دماغكم سؤالين. اول سؤال وهو انا حاسه ان انا ضايع، انا حاسه ان انا كل اللي انا ذاكرته نسيته، كل اللي انا ذاكرته ضاع عليا واتبخر من دماغي، وحاسه ان انا لو رجعت مش هفتكره. وبتقولوا عندكم تراكمات، وفي ناس كتير عندها تراكمات ومش عارفين يلموها، واحنا في شهر 12 في تراكمات ومعرفش ايه ومش هنلحق نلمها والكلام ده، وهل هنلحق ولا لا، وهل حتى لو انا ذاكرت فربنا هيساويني باللي بيذاكر من اول السنه. دي كلها اسئله بتدور في دماغكم، وهحاول ان انا اجاوب لكم عليها كلها بالتفصيل. طبعا في فئه من الناس اللي فاقدين الشغف دلوقتي ومش قادرين يكملوا، هم بادئين كويس من اول السنه بس دلوقتي حاسين ان هم فقدوا الطاقه بتاعتهم ومش قادرين يكملوا. هنتكلم عن كل الحاجات دي بالتفصيل، وازاي نستغل الفتره دي من ثانويه عامه، وايه الحاجات اللي المفروض نكون بنعملها. كل الحاجات دي هنتكلم فيها ان شاء الله. اول سؤال وهو احنا نسينا القديم وهل لو رجعنا دلوقتي هنفتكره ولا لا؟ السؤال ده عندكم كلكم بلا استثناء الاجابه القاطعه للسؤال ده واللي ما فيهاش اي نقاش، وهي طبعا لو رجعت على الحاجات القديمه هتفتكرها. وطبعا الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقول لكم على طريقه هتعجبكم جدا جدا، اللي هو ازاي تراجعوا بيها القديم مع الجديد. بجد الطريقه دي من الحاجات اللي كانت سبب في نجاحي، ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو الجاي لان الموضوع كبير، فمش هينفع نتكلم في الفيديو ده عن الموضوع بتاع ازاي نراجع القديم والجديد والكلام ده. بس طبعا انا بطمنكم كلكم دلوقتي، بقول لكم ده طبيعي جدا ان انت تكون نسيت الحاجات اللي فاتت. يا جماعه بجد احنا بننسى، احنا كلنا امبارح، فطبيعي جدا جدا ان انت تكون نسيت حاجات انت بقالك 6 شهور بتاخدها. بقول لكم ان انا كمان كنت بحس بالاحساس ده، ولما كنت في الفتره دي من ثانويه عامه بجد انا كنت بسال كل الناس، كنت كل ما امشي في اي حته كده كنت بفضل اسال الناس الاكبر مني واقول لهم انا نسيت القديم والكلام ده. لو كنت اعرف ان اي حد عنده اخ او اخت في ثالثه ثانوي كنت بروح اساله واقول له اسال اخوك او اختك هل هم فعلا في الفتره دي كانوا بينسوا الكلام ده، لان انا من النوع اللي هو بحب اسال قوي بجد، يعني بقلق فبفضل اسال والكلام ده. فبقول لكم بجد اطمنوا، عادي ان انتوا تنسوا الحاجات القديمه، ده طبيعي جدا. وطبعا زي ما قلت لكم هنتكلم في الفيديو الجاي عن ازاي نجيب القديم مع الجديد، وفي نفس الوقت ده يكون بطريقه كرييتيف مش تخلينا نمل ونحس ان احنا بنراجع ونحس ان احنا ناسيين والكلام ده. تاني نقطة بقى وهي احنا عندنا تراكمات ومش هنلحق وهل ربنا هيساويني بالناس اللي بدأت من اول السنة والكلام ده. بصوا يا جماعة بجد لو انت عندك اي تراكمات صدقني هتلحق تلمها. انا قبل كده عملت فيديوهين عن التراكمات، وبجد بجد كمية الكومنتس اللي كانت عليهم ان الناس فعلا هتبدأ، وان في ناس فعلا بدأت وخلصت بجد كانت كبيرة جدا جدا. واللي عايز يتأكد ممكن يرجع للفيديوهين دول ويشوف الكومنتس بتاعت زمايلهم، هيلاقي بجد ان في ناس كتير جدا بدأت وخلصت الحاجات اللي عليها. انا هسيب لكم لينك الفيديوهين دول في صندوق الوصف عشان تدخلوا وتقروا الكومنتس بتاعت زمايلكم وتشوفوا ان هم فعلا بداوا وانجزوا. فكره بقى ان ربنا هيساويني بقى بالناس اللي بدات من اول السنه والكلام ده، انت لو عقدت النيه بجد وان انت نويت ان انت فعلا هتلم الحاجات اللي وراك، وان انت نفسك تبدا بدايه جديده، وان انت نفسك تفرح اهلك وتحقق حلمك، صدقني ربنا هيديك على ده، وصدقني ربنا هيساعدك جدا وهيكون واقف معاك وهيوفقك ان شاء الله. الناس كمان اللي هتبدا دلوقتي يكونوا يعني مش هقول احسن من الناس اللي بدات من اول السنه، لان طبعا الناس اللي بدات من اول السنه ما ينفعش نضيع حقهم ونقول ان هم الناس اللي بدات دلوقتي هيبقوا زي الناس اللي بدات اول السنه. احنا هنقول ان هم هيلحقوا ان شاء الله، ويمكن كمان هيبقى احسن في ان هم هيكونوا فاكرين الحاجات اللي هم الناس اللي بادئين من اول السنه نسيوها. طبعا الاثنين مش متساويين في التعب، اللي بدا من اول السنه زي اللي هيبدا من دلوقتي، بس في النهايه صدقوني اللي بدا من اول السنه واللي بدا من دلوقتي هيلحقوا هما الاثنين، وهما الاثنين ان شاء الله يحققوا احلامهم. وانا اعرف ناس كتير جدا كانت بادئه في الفتره دي من ثانويه عامه وجابوا مجموع كويس جدا وحققوا احلامهم وعملوا كل الحاجات دي. فكلامي ده مش يحبط اي حد ابدا من الناس اللي هي لسه هتبدا والكلام ده. انا بس حبيت ان انا ما احسسش الناس اللي بدات من اول السنه
ان هم مثلا يقولوا طب ما احنا كنا ممكن نبدا من دلوقتي والكلام ده. لا طبعا الناس اللي بدات من اول السنه طبعا اخدوا راحتهم في المذاكره ومشوا في كل حاجه خطوه خطوه وبالراحه وهم مرتاحين، لكن الناس اللي لسه هتبدا دلوقتي دول هيذاكروا برده نفس الحاجات اللي هم الناس اللي بدات من اول السنه ذاكروها، بس الفرق ان هو هيبقى مضغوط شويه وهيضغط على نفسه وهيجي على نفس الفتره دي عشان يلحق يلم التراكمات قبل ما الوقت يضيع وقبل ما الفتره تعدي. وكل ما بيعدي عليك وقت وانت عندك تراكمات فالتراكمات بتزيد والحاجات الجديده بتتراكم مع القديم، فالدنيا بتبوظ بجد صدقوني، بتزودوا الطينه بله. فلو انتوا عندكم تراكمات لازم تخلص الفتره دي، والناس اللي ما بداتش بقول لكم هتلحقوا وان شاء الله هتجيبوا مجموع كويس جدا جدا زي الناس اللي بدات من اول السنه. هو الفرق الوحيد بس ان الناس اللي بدات من اول السنه مشوا في كل الحاجات دي خطوه خطوه براحتهم، لكن انتوا هتضغطوا على نفسكم الفتره دي علشان تقدروا تجيبوا الحاجات اللي هم جابوها في الفتره اللي فاتت دي تجيبوها مع نفسكم. وانا بقول لكم اهو تاني، في ناس منكم بدات وفي ناس منكم لمت التراكمات، فصدقوني دي حاجه مش معضله ابدا ان انت تلم التراكمات اللي عليك. اي حد ناوي يعمل حاجه وفعلا حاطط في دماغه ان هو عايز يعمل الحاجه دي هيعملها ان شاء الله، وربنا هيكون معاه وربنا هيحقق له اللي هو عايزه كله. قبل بقى ما نقول ازاي نستغل الفتره دي صح وايه الحاجات اللي المفروض نكون بنعملها في الفتره دي، هنتكلم عن فئه الناس اللي زهقوا والناس اللي كانت بادئه من اول السنه وماشيين حلو جدا وزهقوا ملوا حسوا ان هم طاقتهم خلصت. انا عايزه اقول لكم ان انتوا ابطال وعديتوا بمرحله كبيره جدا، يعني يعتبر نص السنه عديتوه، فما ينفعش ان انتوا تحبطوا دلوقتي وتفقدوا طاقتكم وانت حاسس ان انت فقدت الشغف وحاسس ان انت مش قادر تكمل وحاسس ان انت فقدت طاقتك وكل الحاجات دي. افتكر ان انت عديت بمرحله كبيره وباقي مرحله كمان زيها، والمرحله اللي جايه دي بتعدي بسرعه ومش بتكون مطوله ومش هتحسوا ان هي طويله كمان زي اول 6 شهور. فالناس اللي فقدت الشغف ما ينفعش تضيع تعبك وتقف هنا، انت تعبت تعب كبير ما ينفعش تضيع تعبك وتقف في النقطه دي، لازم تكمل. واهم سر من اسرار النجاح هو الاستمراريه. فلو انت عايز تحقق حلمك وتوصل لحاجه اخر السنه لازم تستمر ولازم تكمل بنفس طاقتك لاخر السنه. وطبعا كلنا عادي بنفقد الشغف وكلنا عادي بنكتئب ونتخنق والكلام ده، بس احنا بقى بنحاول ان احنا نحفز نفسنا وخصوصا في ثالثه ثانوي ان في اخر السنه مجموع هجيبه وفي فرحه هفرحها لاهلي وفي كليه انا بحلم بيها عايزه ادخلها. كل الحاجات دي بتحفزنا. وطبعا احنا ممكن يعني نفصل يوم نرفه عن نفسنا نعمل اي حاجه تخلينا ان احنا نجدد طاقتنا وبعد كده بنكمل ونبقى فريش كده، لان طبيعي عادي ان الانسان يفقد الشغف ويفقد طاقته، دي حاجه طبيعيه جدا جدا. ايه بقى الحاجات اللي احنا المفروض نكون بنعملها في الفتره دي من ثانويه عامه؟ اول حاجه وهي ما نشغلش بالنا ابدا بالقرارات الجديده اللي بتطلع. انتوا طبعا في الفتره دي بينزل قرارات جديده وكل شويه بيطلع قرار، ما ينفعش ان احنا نشغل بالنا باي حاجه من الحاجات دي ونفضل بقى نقول ونصيح ونقول ده بيقولوا ده معرفش ايه ده احنا هنضيع ده سقطت مش عارفه ايه. والناس اللي هي بالذات الفئه الناس اللي بتذاكر وبتضحي دي وتيجي تقول لك يا لهوي ده احنا هنسقط ده في قرارات جديده طلعت ده معرفش ايه. انت لازم تكون مقتنع ان اي قرار بيطلع فهو بيطلع على الكل سواء كان حلو سواء كان وحش، فالقرار اللي بيطلع ده بيكون على الكل. فاي حاجه ايا كانت درجه الصعوبه بتاعتها فهي على الكل مش عليك انت لوحدك. يعني لو الحاجه دي صعبه جدا جدا فهتكون صعبه جدا جدا على الكل، فالتنسيق هيقل فالدرجات هتبقى متقاربه. طبعا احنا شفنا ده في النظام الجديد ان القرارات الجديده اللي نزلت والنظام الجديد اللي اتطبق علينا درجاته مش زي درجات الناس اللي كانوا على النظام القديم. الناس الاول كانت بتجيب 97 و98 وكانوا كمان ما بيلحقوش طب بالدرجات دي. دلوقتي انت بتجيب 91 و92 وبتخش كليات قمه وبتخش الطب وبتخش هندسه وبتخش كل الحاجات اللي انت عايز تدخلها. فنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نشغلش بالنا بالقرارات الجديده ونحاول ان احنا نتاقلم عليها ايا كانت ايه هي. تاني حاجه بقى المفروض ان احنا نعملها وهي ان احنا لازم نشوف ايه الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها في الفتره دي ونلغيها. مسك بقى التليفون، تضييع الوقت، الناس اللي لسه ما بداتش وعايزين يبداوا اي حاجه انت شايف ان انت كنت بتعملها وبتضيع وقتك، اي حاجه انت حاسس ان هي بتاخد وقتك وبتاكل من وقتك كتير واولهم التليفون، حاول ان انت تبعد عنها وتبطلها. لو في اي حاجه بقى بتشغلك ايا كانت ايه هي لازم تقطعها الفتره دي، لازم تركز الفتره دي من ثانويه عامه، لان انت دلوقتي بيكون بدايه الضغط شويه. طبعا الفتره دي مش بخوفكم منها ابدا، عادي فتره مش صعبه زي ما انتم متخيلين، بس بتبقى فيها بدايه للضغط شويه لان انت بتكون عدى بقى فتره كبيره وفي حاجات قديمه عايز تراجعها وفي نفس الوقت في جديد. فوقت المذاكره بتاعك المفروض يتكثف ومفروض ان انت تبذل مجهود اكتر. عشان كده قلنا احنا المفروض ان احنا من اول السنه نمشي بالتدريج، يعني المفروض ان انت تاخدها تدريجيا كده واحده واحده عشان ان انت ما تقعش وتفصل وتكون جاي دلوقتي وتكون طاقتك خلصت والكلام ده كله. لازم ان احنا نمشي كل حاجه بالتدريج. وطبعا الفتره دي مجهودك فيها مش هيبقى زي كمان شهر وكمان شهرين، كل فتره بنحاول ان احنا نعلي من مستوانا ونعلي من الليفل بتاع المذاكره بتاعتنا ونبذل مجهود اكتر طبعا. فاي حاجه غلط انتوا بتعملوها دلوقتي لازم تشوف ايه هي وجيب ورقه وقلم كده واكتب ايه الحاجات اللي انت عارف ان انت بتضيع
بتضيع لك وقتك وايه الحاجات اللي بتشغلك، واكتبها كده في ورقه وقرر ان انت مش هتعمل الحاجات دي تاني. وصدقني لما تكتب الحاجه دي في ورقه هتاخد بالك منها وهتعرف تسرد افكارك كويس وتعرف ايه الحاجات اللي انت فعلا بتضيع وقتك عليها. تالت حاجه بقى وهي ما تاخدش درسين في ماده واحده، لان في فئه كده من الناس بجد اللي هو مثلا لو شاف صاحبه بياخد عند مدرس وقال له ان هو كويس بيطير كده يروح ياخد معاه درس. ممكن في ناس بتاخد 3 4 دروس في الماده الواحده. بجد يا جماعه دي حاجه هتاخد منكم وقت كبير جدا، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي. ما ينفعش ان انت تضيع وقتك على حاجات ملهاش لازمه، ان انت تاخد 3 4 دروس وتشتت نفسك وتلخبط نفسك. وزي ما احنا بنقول الناس اللي بتاخد اكتر من درس، في برده فئه من الناس اللي هي بتسمع الحاجه كذا مره اونلاين. يعني مثلا دلوقتي انا خدت الدرس وفهمته في الدرس، اروح اسمعه من مدرس اونلاين، ولو لقيت مدرس تاني من الناس اللي انا بتابعه اروح اتفرج عليه واتفرج على ده واتفرج على ده. طب ليه؟ طب ما انت فهمت الحاجه، ليه تفضل تسمعها من ده ومن ده؟ ما هي نفس الحاجه وهو نفس الكلام اللي هيتقال. بالعكس ده انت كده بتشتت نفسك وبتلخبط نفسك. لازم تبقى ماشي مع مدرس واحد بس. لو حبيت ان انت تزود يبقى واحد اونلاين كمان، وده يكون في حاله ان انت ما فهمتش الدرس من السنتر فبتفهمه اونلاين. لكن ما تروحش تسمع لي الدرس في السنتر وتكون انت فهمته كويس جدا في السنتر وترجع عشان انت خايف لا يكون مثلا اللي على اليوتيوب مثلا قال حاجه المدرس اللي عندك في السنتر ما لهاش فتروح سامعه وتضيع في وقتك. بلاش يا جماعه الحركه دي، لان في ناس كتيره جدا بعتت لي وسالتني على الموضوع ده وقعدوا يقولوا ان احنا بنحس ان الموضوع ده بياخد مننا وقت كبير. طب ماشي، هو بياخد منكم وقت كبير، لازم ان انتوا تبطلوا الحركه دي. وما ينفعش تاخدوا اكتر من درس في ماده واحده ولا تسمعوا الحاجه اكتر من مره اونلاين. هي نفس فكره ان انت بتاخد اكتر من درس. رابع حاجه بقى وهي علاقتك مع ربنا. لازم الفتره دي ان انت يعني تقرب من ربنا. لما تكون مخنوق من حاجه مثلا ومتضايق، ما تروحش انت تبعت لي او تبعت لغيري او تكلم اي حد وتساله او تسال الناس اللي حواليك يعني وتحكي لهم ان انت متضايق. عادي ممكن تفرغ للناس اللي حواليك، بس اول حد تكون بتفرغ ليه فهو يكون ربنا. لما تكون مخنوق ومتضايق روح كده اتوضى وصلي ركعتين واسجد كده واتكلم مع ربنا وقول له كل الحاجات اللي مضايقاك وكل الحاجات اللي خانقاك. طبعا انا واي حد غيري مش هيكون مفيد ليك زي ربنا، او مش عارفه اوصلها ازاي. بس بجد الواحد فعلا لما بيكون مخنوق ويروح يسجد كده ويتكلم مع ربنا ويحكي له ايه الحاجات اللي هو متضايق منها ويدعي ربنا كده بادعيه معينه اللي هو ان ربنا يعني يخفف عليه الفتره دي ويطلعه منها والكلام ده. بجد الحاجات دي بتفرق جدا معاك وبتقوي كمان علاقتك بربنا وبتخلي كده في صله بينك وبين ربنا. فالناس بجد تحاول ان هي تقرب من ربنا الفتره دي. لو انت ما كنتش بتصلي مثلا او لو انت ما كنتش مثلا مهتم بعلاقتك مع ربنا، لازم ان انت تقرب من ربنا الفتره دي وتشكره على كل حاجه موجوده في حياتك، لان احنا عايشين في نعم كتير جدا احنا مش حاسين بيها. لازم تشكر ربنا على كل حاجه وتكون قريب جدا من ربنا، لان من غير توفيق ربنا فانت تقدر توصل لاي حاجه طبعا، ودي حاجه مفيش نقاش فيها. من غير توفيق ربنا مش هتقدر توصل لاي حاجه انت عايزها. بس طبعا مش معنى كلامي ان انا بقول لكم مش تسالوني او مش تبعتوا لي او اي حاجه من الحاجات دي، بس انا بقول لك الاولويه يعني ان انت تروح تتكلم مع ربنا وتحكي له ايه الحاجات اللي مضايقاك. طبعا انتوا اكيد فهمتوا قصدي. لو في اي حد محتاج اي حاجه ومحتاج يسال في اي حاجه يبعت لي على الفيسبوك. والناس اللي بتقول لي ان انا ما بردش، بجد كميه الرسائل بتكون كبيره وانا بحاول ارد على قد ما اقدر. ربنا يوفقكم كلكم. مش هطول عليكم بقى اكتر من كده، انا كده يعتبر خلصت كل الحاجات اللي انا عايزه اقولها. اتمنى انكم تركزوا الفتره دي وان انتوا تبذلوا فيها قصارى جهدكم وتعملوا كل اللي عليكم فيها عشان تيجي اخر السنه وتبقى فخور بنفسك وتكون راضي جدا عن كل الحاجات اللي عملتها وتكون عارف ان انت تعبت ويكون اهلك كمان شافوك ان انت تعبت. وان شاء الله ربنا يحقق لكم كلكم احلامكم ويوفقكم ان شاء الله. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وطبعا تشتركوا في القناه وتبعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا وتقولوا لي رايكم في كومنت. وبس كده، باي باي.